شلون تسوون كتف مال الغنم هذا وعلامة الجودة لازم تكون مبينة، وما راح يكون بيه اضافات هوايه، وسهل بالاستواء وسهل بالتحضير، ويا تمن كاري، واللحم يكون كلش دايب، والنكهات واضحه من الشكل ما يحتاج نسولف بيها. سليفون ورق زبده ونخلي عليه الكتف وندهنه بزيت الزيتون على الوجهين، واخلي له ملح وبهارات صحيحه. تلقون البهارات اسفل الفيديو بالوصف. وراح اوزع عليه الزبده بهذا الشكل واغطيه كلش زين، واخليه بالفرن على حراره 200 ساعتين او ساعتين ونص. وويا الكتف مال الغنم هذا اكيد لازم اكو تمن، وانتم حافظين درس انا ما استعمل الا تمن وليمه، تمن عالي الجوده ويرهم كل الاكلات اللي تسووها. راح اغسل التمن كلش زين وانقع مده نص ساعه، وهذا الشيء حتى نحصل على حبايه مثاليه مال التمن اللي يرز الوليمه بعد الطبخ. كل حبايه تتضاعف 3 مرات عن حجمها. وللتمن راح احمس بصل ناعم، واول ما نحمس راح اضيف له الكاري والكركم ونون بصره وملح او ماجي، وبعدها راح نضيف التمن بعد ما غسلناه ونقعناه. احمسه دقيقه واحده ويا البهارات، بعد راح اضيف له مي حار مغلي واخليه على النار. واول ما ينشف عندنا المي راح نصيه ونهدره. اول ما يستوي اللحم عندنا راح اضيف له من الدهن مالته واحمر الوجه مالته. التمن صار جاهز ونكهه الكاري واضحه بيه وكلش نثري، وهذا هو تمن كاري ويا كتف الغنم.